وزي ما قلنا لحضراتكم قبل كده ان هنا هنلاقي البرج الروماني اللي متبقي من القلعة الرومانية، والبرج ده كان واصل بالصرح نفسه بارتفاع الصرح، وكان من الطوب الأحمر، وإن الفتحات اللي فوق دي كان بيتثبت فيها رايات الأعمدة بتاعة الأعلام. ونتيجة للزلزال اللي حصل في نهاية حكم رمسيس الثاني في العام 21 من حكمه، التمثالين لأول المعبد تعرضوا للانهيار. تعرض التمثالين دول لانكسار شديد، وعشان يعالجوا الانكسار ده عالجوه بواسطة الفلينج ستون اللي بيسموه ديل العصفورة، وده عبارة عن دعامة حجرية أو خشبية بنفس لون التمثال عشان تمسك وتثبت جسم التمثال من الانهيار مرة تانية. وفي عصر الأسرة 21 و 22 حصل تعديل في البوابات، ولما جه العصر الروماني هنلاقي إنهم عملوا لنا هنا هنلاقي بلكونة التجلي، واللي كانت واصلة ما بين الصرحين، وكان عليها قرص الشمس المجنح، واللي كان الملك بيتوج عليها في عيد التتويج. لكن المكان ده دلوقتي أزيل في العصر الروماني، واللي تم تحويله بعد كده لبوابة رومانية بسقف أنطرة. مش هنلاقي متبقي من الأنطرة دي إلا بقايا بارزة في سقف الصرح. نبدأ مع حضراتكم من الفناء الأول أوبن كورت، واللي بدأ في إنشائه في العام الأول من حكم رمسيس الثاني، وانتهى في العام الخامس من حكمه. وعشان كده مراسم افتتاح الفناء ده مسجلة على الصرح من الخلف، وكان يسمى الفناء المفتوح أو فناء الاحتفالات، واللي اسمه باللغة الهيروغليفية رسخة حبيد، واللي بتعني صالة الاحتفالات. وده المكان اللي كان بيتجمع فيه الناس في الأعياد الرئيسية. في أوائل الأسرة 18 كان هنا في معبد للملك أمنحتب الأول، واستمر لحد أمنحتب الثالث، زي ما كان موجود برضه استراحة للزورق المقدس من أيام حتشبسوت وتحتمس الثالث. وعرفنا بعد كده ذكر وجود معبد للإله أتون من أيام أخناتون، وده طبعا اتعرف لما لقيوا بقايا أحجار للمعبد. ولما جه الملك أمنحتب الثالث صمم المعبد كله لحد ما وصل للتمثالين الجالسين. وفي عهد رمسيس الثاني أزيل معبد آتون واتعمل مكانه فناء الأعمدة الأول، فبقي معاه الثلاث مقاصير، وعشان طبعا ليهم قدسيتهم ما كانش ينفع يشيلهم، راح فكهم وبدأ في تشييد الصرح الرئيسي للمعبد، واللي أخذ معاه 3 سنين في عملية التشييد. وراح شال الرمل اللي هو الطريق المنحدر واللي كان بيعلي بيه الصرح. بعد كده راح أعاد بناء وتركيب المقاصير مرة تانية، وبعد كده راح عمل لنا صفة الأعمدة الأربعة اللي خارج المقاصير. وطبعا هنلاقي لما ركبوا المقاصير مرة تانية ركبوها بطريقة أي كلام، حتى هنلاقي من جوه إن في أحجار كتير محطوطة بشكل خاطئ ومقلوبة. أما بالنسبة للمدخل الأول فراح عمل لنا 4 مداخل. مدخل بيؤدي بينا للمدخل الرئيسي للمعبد، واللي بيتوسط بوابة الصرح الأول. المدخل الثاني اللي بيؤدي بينا للحرم المقدس للمعبد. أما المدخل الثالث بيكون على الجهة الغربية، واللي كان بيؤدي للمينا بتاع المعبد، وده كان مخصص لإدخال القرابين، وهو استقبال القرابين ووضعها داخل المعبد في الاحتفالات. أما المدخل الرابع هو المدخل الشرقي، وده متعارف عليه إنه مدخل عامة الناس أيام الاحتفالات، واللي كان بيسمى باب الشعب في أيام الأعياد. والفناء ده فضل يخدم لحد العصر الروماني، واستغل طبعا الجيش الروماني البوابة للسكن، واللي بيؤدي بعد كده للفناء، فأصبح برضو الفناء سكن للجيش الروماني. فقام الجيش الروماني باستغلال مساحات ما بين الأعمدة وتقفيلها وعملها غرف للسكن، وفصل العمود نصين، يعني قسموه نصين، فبقي الفناء مكون من دورين. وعشان كده هنلاقي فيه فتحات في الحوائط، عشان دي اللي كانت شايله كاميرات اسقف الدور الارضي. ولما جينا في العصر المسيحي بدءا من القرن الرابع الميلادي اتبنت هنا كنيسه، واللي هنلاقي بيميزها ان فيها 6 شبابيك، فهنلاقيها تحت الجامع بتاع ابو الحجاج، وكانت مخصصه للقديس ابا نوفر، واللي كان وقتها اشهر انبا في الاقصر، وكان القديس الرئيسي. وظلت الكنيسه بتخدم لنهايه القرن السادس الميلادي، لكن بعد كده هجرت تماما واتردمت بالتراب، وما كانش حد عارف مكانها بعد ما هجرت. وجه بعد كده الشيخ ابو الحجاج بعد ما ردمت الكنيسه بالتراب، واخد من المكان ده خلوه وبنى فيها زاويه وفضل يتعبد فيها. وبعد وفاته اتبنى مكانها جامع، فبقي الجامع فوق الكنيسه بالظبط،
وطبعا هو ما كانش يعرف ان تحت الجامع ده كنيسة، واحنا برضه ما كناش نعرف المعلومة دي لحد سنة 1954. وفي السنة دي الدكتور محمد عبد القادر هو وشغال بيحفر لقي جدران الكنيسة دي، ولقي الباب بتاعها ودخل الكنيسة، فوجد في الداخل صليب من حجر لا زال موجود حتى الآن، واللي اتنقل حاليا للمتحف القبطي. ولقي برضه مجموعة من الشمعدانات والصلبان البرونز، وكل ده حضراتكم موجود في المتحف القبطي حاليا، وعدد من اللوحات اللي مكتوبة بالخط القبطي، ودول بقى موجودين في متحف الأقصر حاليا، وكلها مكرسة لكنيسة الأنبا نوفا اللي كان موجود في المكان ده، اللي كان موجود في هذا المكان. والرمال كانت مغطية المعبد تماما لدرجة إنها واصلة لحد أرضية الجامع، واللي بيعني إن شباك الجامع ده كان مستوى الأرض لحد سنة 1954. وحتى طريق الكباش ما كانش موجود، ده طبعا عشان كان تحت الرديم. والباب اللي هنلاقيه متغطي بالحجر ده هو المدخل بتاع الكنيسة، وطبعا محدش بيدخلها عشان قايلة للسقوط. والكنيسة إذا دخلناها هنلاقيها بتتكون من فناء واسع محمول على عدد من الأعمدة في وسط الكنيسة، وبينتهي بمسبح. فناء الاحتفالات ده حضراتكم بتاع رمسيس الثاني، وبيتكون من 74 عمود، هنلاقيهم متشكلين ل3 صفات، وهنلاقي مكتوب عليهم النص التذكاري اللي بيذكر فيه إنه شيد المعبد الرئيسي، وإنه تخطيط عظيم معروف من أيام الإله حورس، واللي قامت بيه ووضعت التخطيط ده هي الإلهة سيشات.